تحت الطلب ديالكم بغيتوني نشارك معكم وصفه ديال غدا ولا عشاء. انا حضرت معكم وصفه خفيفه وسهله اللي تقدروا تحضروها كاملين. اول حاجه في مقيله كنديروا زيت الزيتون وكنقطعوا الصدر ديال الدجاج على هذا الشكل هذا. بعد كنزيدوا عليه الملحه، البزار، ثومه بودره وبابريكا مدخنه او تحميره مدخنه. وهنا درت المعدنوس جاف. الا عندكم، الا ما عندكمش ديروا الطري عادي. والسر باش ينجح معكم الرز بسمتي، غتاخذوا 3 الكيسان ديال الرز وديروا عليهم الماء طيب وتخليهم نص ساعه. هنا من بعد ما طاب ليا الصدر ديال الدجاج وتحمر على هذا الشكل حيدته. وفي نفس المقيله درت معلقه الزبده والبصله مشلضه شحرتها، زدت عليها شامبينيون، رويس ديال الثومه، البزار، الملح، ورقه سيدنا موسى. خليته كيتقلى حتى هبط، وزدت عليه هذاك الدجاج اللي قليت في الاول، وزدت عليه الكريمه السائله. وغادي نزيد صوص صوجا اختياري، بغيتو ديروها ديروها، ما ديروهاش ما ديروها. صافي حتى كيتشرب وكيعقد وكيولي على هذا الشكل. كنجيب طنجره كندير فيها الثومه صينه ورقه سيدنا موسى ومعلقه ديال الزبده. والرز كنغسلو مزيان من هذاك الماء اللي رقدتو فيه وكنسقطرو مزيان. تنقليه في هذه الزويته، كندير الملحه والبزار وكنروي عليه بالماء. كندير 4 الكيسان، 3 الكيسان الرز، 4 الكيسان الماء. كنجهد عليه البوطه غير تطلع فيه الغليه، تنقص نخلي البوطه شمعه ونغطي عليه ونخليه يطيب. راه ما ياخذش معكم اكثر من 15 دقيقه. دابا غادي نحط معكم الرز. غادي نديرو على هذا الشكل، نديروه في الزليفات. دابا غادي نحط الشامبينيون الدجاج. شوفوا لي التعليكه. ممكن نديروا هذا المعدنوس جاف او ممكن نديروا طري اللي بغيتو. الا عندكم طري من الاحسن. والا عجبكم الفيديو ما تنساوش ليا لايك وسجلوا عندكم الوصفه باش تبقى محفوظه عندكم.